فيها. الحاجة التانية آخر نقطة خالص هتكلم فيها. الجوامع ما تهددش يا جماعة غير لما ابتدى هو يمهد الموضوع للضباط بتوع الجيش، ان هم لضباط الجيش ان هم يعملوا ايه بقى؟ ان هم يعملوا ايمنج على المساجد. لو انتوا تفتكروا الماكيتات المجسمات اللي هو كانوا بيحطوها دي في حضوره في تخريج الدفعات العسكريه، الكليات العسكريه، وكانوا بيعملوا ايمنج على الماكيت بتاع المسجد. طب ليه؟ يعني الموضوع دوت نفسي على فكره. يعني احنا قدام اساسا عدو، يعني السيسي دوت عدو لينا، عدو مش عبيط زي ما احنا فاكرين، ده ذكي جدا وبينفذ مخطط في منتهى الدقه. يعني هو مكتف البلد دي بمنتهى الدقه، واي حاجه بيعملها فور ريزن، لسبب. هو ما بيشتغلش ابدا بعبط، هو مش اهبل، ما بيشتغلش اعتباطا. لما هو جاب ماكيت وبقى يخلي ضباط الجيش المصري اللي كانت عقيدتهم في 6 اكتوبر 73، الله اكبر، لما خلى عقيدتهم تتحول ان هم يوجهوا سلاحهم ويضربوا على مجسد للمسجد، بقى عادي جدا ان هم يزلطوها ويبلعوها كرجاله بشنبات هبل كده، ويقول لك احنا مسلمين، ويروحوا يهدوا مسجد. فهمتوا؟ يعني فهمتوا هو عمل ايه؟ يعني الموضوع الاول خالص احنا بنقول ايه، زي ما احنا كده لما واحد مهترئ عقليا ونفسيا، مخلف له عيل متدلع بايظ، يجيبوا يقول له ايه كل ما يشوف واحد كبير؟ طف على عمه يا حبيبي، اشتم عمه يا حبيبي. طب انت فرحان دلوقتي، لما يكبر هيديك بالجزمه، صح؟ احنا هو ده بقى بالظبط اللي هو عمله. هو جاب بقى مجسدات كده بتاعه المسجد، يلا اضربوا عليها نار. لما يضربوا نار على مجسدات المسجد، بعد كده اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو اسكندريه لوحدها هدم فيها 35 مسجد، ده غير مسجدين في رفح. خلاص؟ يعني القصه ماشيه ازاي؟ القصه ماشيه كده، يعني القصه ماشيه صح، هو ماشي صح في مخططه. ماشي.